الحقيقة النهاردة عندنا اسم إيل، وكلمة إيل دي في العبري ليها معاني كتير بحسب الموقف اللي بتيجي فيه، لأنها في الحقيقة بتيجي اسم مركب زي إيل شداي، زي إيل رؤي، زي أسماء كتير بتيجي في الكتاب المقدس أسماء مركبة. وفي الحقيقة بحسب الموقف اللي مرتبط بكلمة إيل هنا بيعلن في الموقف ده قد إيه إحنا محتاجين للعمق ده في معرفة الله. زي مثلا لما الرب جه لإبراهيم وقال له أنا الله القدير، أنا إيل شداي، سر أمامي وكن كاملا. كلمة إيل تتكرر مرات كتير معانا وإحنا ماشيين في الكتاب المقدس، وليها معاني كتير جدا، زي القدير، زي القوي، زي الغيور. ولما تقرب من ربنا تتعرف عليه في صفاته. الحقيقة بحب آية قالها داود في نهاية حياته في أخبار الأيام الأول إصحاح 28 وعدد 9، ودي كانت آخر كلمات لداود لما قال لسليمان ابنه: وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك. مش اعرف عنه، احنا مرات كتير يبقى عندنا معلومات بس مرات قليلة نعرفه هو. هل يا ترى انت محتاج تعرف شوية معلومات عن كل اسم، ولا محتاج تختبر الاسم ده؟ انت محتاج تختبر قدرته وعظمته، وتختبر قد ايه ايده قديرة، وتختبر قد ايه اختبارات عميقة في رحلة البرية مع الله. هذا الإله العظيم الرب اللي يقدر يصنع في البحر طريق، اللي يقدر يشيل الجبل. من أنت أيها الجبل أمام زروبابل تصير سهلا. يقدر الرب النهاردة يصنع أمور عظيمة في حياتك إن كنت مصدق إنه هو إلهك القدير اللي ماشي معاك. يقدر يؤمر البحر فيصير هدوءا عظيما. يقول اسكت ابكا فيصير هدوءا عظيما. أنا بدعوك النهاردة إنك تتعرف عليه وعلى قدرته، على عظمته، يكون ليك علاقة معاه، والرب معاك. في يوم الله ظهر لي وقال لي: قوم اطلع على بيت إيل واسكن هناك وابني مذبح ليا. وعلى طول جمعت عيلتي وقلت لهم وكل اللي معاهم: شيلوا كل الآلهة الغريبة اللي بينكم وخليكم طاهرين والبسوا هدوم نظيفة، عشان هطلع على بيت إيل. عايز أقدم هدية لله بإني أبني له مذبح. الله صاحب القوة والسلطان اللي كان معايا في ضيقتي ونجاني، كان معايا في كل خطوة مشيتها وهو أماني. وفعلا ادوني كل الآلهة الغريبة اللي معاهم والحلقان اللي في ودانهم. أخدت كل الحاجات دي ودفنتها تحت شجرة البطمة في شكيم. طلعنا الرحلة دي والله بنفسه كان بيحمينا، فمحدش جه ورانا أو فكر يأذينا. ووصلنا لمنطقة لوز الموجودة في أرض كنعان، وبنيت مذبح للرب وسميت المكان ده بيت إيل، لأن الله القدير صاحب السلطان والقوة ظهر لي لما هربت من أخويا زمان. ومن ساعتها بدأت علاقة مختلفة معاه وبقى إلهي. وبعد ما رجعت من سهل أرام الله ظهر لي وقال لي: اسمك مش هيكون يعقوب لكن إسرائيل، يعني مؤتمر من الله، بيتحرك تحت سلطانه وبيخضع ليه. الله قال لي: أنا الله القدير صاحب القوة وسلطاني ملهوش حدود. هات أولاد كتير علشان يكون منك كتير، وعيالك هيكون منهم ملوك. والأرض اللي اديتها لإبراهيم جدك وإسحاق أبوك هتكون ليك ولولادك من بعدك. وبعد ما الله بعد وارتفع عني عملت عمود من حجر وكبيت عليه خمر وزيت علشان يكون مخصص للرب. وسميت المكان اللي الله كلمني فيه بيت إيل. إلهي صاحب سلطان وقدير ومفيش عنده مستحيل. إيل. إيل، كلمة إيل معناها الرب، ودايما كلمة إيل مرتبطة بأحداث كتير في الكتاب المقدس. زي مثلا لما الرب جه ليعقوب في تكوين 31 عدد 13 وقال له: أنا إله بيت إيل. أنت عارفني يا يعقوب، أنا اللي ظهرت لك وأنت رايح عند خالك لبان وأنت مالكش ولا حد،
وانت في البرية، يوم ما جبت حجر من حجارة المكان حطيته تحت راسك ونمت، انا عملت لك سلم من الارض للسماء وملائكة طالعة وملائكة نازلة. واحد مفسر زمان قال حاجة أدهشتني، قال تعرفوا لو السلم اللي ربنا عاملها ليعقوب من الأرض للسماء من هنا للغلاف الجوي كل درجة فيها كيلومتر، يعني الدرجة الواحدة كيلومتر، قالوا ملاك طالع وملاك نازل. الليلة دي ربنا جند حوالي 2 مليون ملاك عشان خاطر يعقوب الضعيف التعبان. وجي الرب بعد 20 سنة قال له انت فاكرني انا اله بيت إيل، يلا قوم ارجع للمكان اللي اتقابلت معايا فيه، قوم ارجع لبيت إيل، الحجر اللي نصبته وصبيت عليه زيت وقلت ما هذا إلا بيت الله وما هذا إلا باب السماء. يمكن ليك علاقة مع ربنا بس ضعفت ورحت بعيد زي يعقوب اللي راح عند لبان وقعد 20 سنة، بس في دعوة ليك النهاردة. الرب بيقول لك أنا إله بيت إيل، أنا للرب اللي اتقابلت معاك وعندي استعداد أتقابل معاك تاني، وعندي استعداد أعمل في حياتك أمور عظيمة. تقبل النهاردة تحط إيدك في إيد إيل، إيل شداي، إيل رؤي، الرب العظيم صاحب العلاقة بيت إيل، حيث الشركة والعلاقة القوية مع الله. هل يا ترى علاقتك والشركة بتاعتك ضاعت في زحمة الحياة؟ ربنا بيدعوك انك ترجع من جديد وتقيم مذبح لربنا من جديد، ويكون ليك علاقة وشركة مع ربنا من جديد، والرب معاك.